بس معلومة عفوا دكتور، بخصوص عقد حكم طريقة زواج البدون، أي إمام مسجد أو خط أو ملاك على قولتهم يملك للبدون الرسمي ويعطيهم ورقة يتم تفنيشه من وزارة العدل أو الأوقاف أعتقد، راح يتم تفنيشه في قانون. يمكن حاطين له شروط يعني حتى الحين. لا سابقا كانت تصدر يعني على البدون عادي قبل فترة، لكن حاليا من عدة سنوات تقريبا معنيا نهائي، وجزاهم الله خير يعني هم يملكون لنا على قولتهم طريقة العرب، لكن قانونيا يعاقب عليها وبشدة تصل إلى تفنيش بعد. طب إذا يعني ما أعطوكم اسمه العقد الزواج، شلون يطلع ميلادية للولد إذا الله رزقكم؟ أساسا ما يطلع بدون ميلادية. الأطفال بدون كذلك ما راح يطلع. راح يوضح الناحية القانونية محل عرب. تفضل. وهذه المشكلة بعد ما يجي الأبناء تروح تطلع لهم شهادة ميلاد يقول لك طلع لي عقد زواج. تروح تراجعهم بإثبات الزواج يقول لك ما نعترف فيه، هذا زواج بين طرفين. زين التميمي قال نرفع قضية وصدر الحكم، ما تطلع ميلادية بحل الحكم. ما تطلع، لا هي يقول لك اثبات الزواج، يقول لك هذا اثبات زواج بين طرفين، ما له دعوه احنا في عقد الزواج. احنا كمحامين قمنا ورفعنا عقد زواج. بس اسمح لي انا اقاطعك لان اهمية الموضوع. يعني الحين يا ولد مثلا او بنت بدون هوية، هذا بدون اسم، حتى اسم ما له اسم. الى متى؟ مجرد اللي هو بلاغ ولاده بس الاسم سموه عرفي يعني بينهم. اثنين اضطرينا نروح نرفع استخراج عقد زواج من المحكمة، رفعنا قضايا وكسبناها استخراج عقد زواج. قلنا حلو الحين كسبنا، رحنا المحكمة إدارة التوثيقات يا ناس طلعوا لهم عقد زواج، قال لك لا هذا عقد زواج، اطلع لك عقد زواج بس وين خانة الجنسية؟ اذا روح خاطب لي لجنة البدون، لجنة التنفيذية وسط يجيك كتاب يقول لك والله هذه عراقية. طب هذول ناطرين 30 سنة يطالبون في قضيتهم في الجنسية، اروح اخربها في يوم وليلة احط عراقي او ايراني؟ شلون يحطون عراقي ايراني؟ شلون كذي مزاج يعني؟ مزاجهم يعني هذا الكتاب اللي يوصل من عندهم. يعني صار لهم 30 سنة 35 سنة يطالبون في قضيتهم. في لحظة راح مجرد ما تزوجت بنتهم ولا ولدهم راح احط عراقي ولا ايراني هل يعقل؟ وبعدين يحاسبونهم، هذه حجية عليهم، يقول تعال بنتكم انتم عراقية اذا انتم عراقيين. هذا اللي حاصل يعني. اثنين ويحطون قيد امني. عاد القيد الامني انا ما اعرفه بالنسبة للقيد الامني، بس اتكلم على الموضوع هذا اللي هو اثر على الابناء. التأثير. اثنين اضطرينا ان نرفع، يعني حاولنا قلنا شنو الطريقة؟ اذا نصدر عقد زواج مع ذكر خانة الجنسية، وللامانة كانوا القضاء نزيه بدون تدخل اي سلطة لهم، يعني القضاء كان يعني جريء جدا، واخذنا فيها حكم اللي هي السابقة القضائية هذه مع ذكر خانة الجنسية. اقرا لنا بالله الحكم بس. يعني الحكم يقول بدون ذكر الاسم. حكمت المحكمة بإلزام المعلن إليه الثاني بصفته بأن يستخرج للطالب عقد زواج المعلن إليه الأول طبعا أحوال شخصية المثبت لهذا الزواج مشتملا بالخانة الخاصة بجنسية الزوجة أو الزوج على بيان غير محدد الجنسية. يعني هذا ثابت حكم. هذا الحين راح يمشي عقد زواج مع ذكر خانة الجنسية بدون مراجعة اللجنة، هذا واضح. بس نفذ تنفيذ. لو توضح بإلزام المعلن إليه اللي هو منه اللي هو العدل من الأول استاذ. توضح لو توضح للناس عشان عفوا. لما نرجع احنا الحين في هذا التنفيذ، هذا يجب على المحكمة الحين إدارة التوزيع تنفذ. لو ما نفذت هذه فيها نيابة عامة يعني ما فيها روح تعالى تحولهم على وكيل وزارة وكيل وزارة، ممكن تروح فيها عند النيابة العامة هناك. احنا نستنى 30 يوم إذا ما نفذوا بعد حتى بالنيابة العامة نرفعها فوق. المهم نتكلم احنا على الضرر الأبناء. ضرر الأبناء لما تجي تاخذ شهادة ميلاد يقول لك روح طلع لي عقد زواج. يعني هم رجعني لعقد الزواج. يعني شوفوا المشكلة أنا قدام القاضي تكلمت قلت يا سعادة الرئيس احنا نعرف ان البدون من 30 سنة وهم يطالبون في قضيتهم بدون. المشكلة صارت الحين الكويتي بدون. عيال الكويتيين صاروا بدون. انتقلت المشكلة يعني شوف تفاقمت صارت. يعني شلون عيال الكويتية او الكويتي عيال الكويتي صار بدون؟ كيف؟ لو الاب كويتي تزوج من بدون ابناء كويتيين المفروض صحيح هم بدون. ليش؟ ما في عقد زواج. نفس المشكلة. يعني انا بتزوج بدون ما يسوي لي عقد زواج؟ ما في عقد ولا حتى ترخيص من اللجنة هذه؟ اذكر لي الام شنو جنسيتها. شو المشكلة؟ يعني
ردينا نفس المشكله بدون ما تزوجها الا لما تذكر جنسيتها. لازم تذكرها. طب هذا يعني هذه مشكله يعني. ترى حتى العكس يعني ترى بالسابق حتى يعني حتى الحيوانات فيه حاطين فصيلته شنو اسمه منين كذا. المشكله اللي بعض الكلاب عندهم جوازات. يعني ترى بالسابق هذا اللي حاصل. والمشكله اللي يعني اخطر من هذه يعني شوف صار اعمارهم 3 سنين 4 سنين وهم مجهولين ما عندهم اي دليل. النقطه المهمه ان هذه الام الزوجه عندها شهاده ميلاد مكتوب فيها غير محدد الجنسيه، انت تبي لهم هذه شهاده الميلاد من جهه رسميه من وزاره الصحه، عندها جواز سفر صادر من وزاره الداخليه، عندها بطاقه اللي هي مالت اللجنه التنفيذيه صادره من عندهم نفسهم. تقول هذه عربيه. بس عفوا شهادات الميلاد اللي بالخمسينات كويتي، هذا اللي بالثمانينات يكتبون غير محدد، اما بالخمسينات كويتي شهادات الميلاد. ماشي انت عطها على الموجود وما قاعد يمشون حط اللي موجود الشهاده الحاليه. هذا زين لو الابناء هذول توفوا ما لهم شيء. طلع على هالدنيا سنه سنتين 3 بدون اسم ومات بدون اسم واب كويتي وبدون شهاده وفاه؟ بدون اسم بلاغ وفاه. بلاغ بدون اسم بلاغ ميلاد بلاغ وفاه. ما تطلع. يعني في انا شفت هذا على ايام بلاغ هذا على ايام بلاغ للرئاسه. محمد الكاظم انت عندك مشكله اخوك الظاهر. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر الاسوان وقرات العداله يا مرحبا. يا مرحبا. ونقول المرحوم يوسف كاظم. قص لنا القصه كامله. القصه في يوم الجمعه الساعه تقريبا يوم الخميس وقت الجمعه الفجر هو واصدقائه قاعدين على البحر عند الأبراج. فجوهم رجال الأمن طلبوا إثباتاتهم. المرحوم خذوا إثباته خذوا إثبات زميل له وأربعة من أصدقائه ما معهم إثباتات قاعد يصعدوهم داخل الدورية. خذوا دفتر السيارة خذوا إثباته معاه زميلة ثانية عنده سيارة وصعد السيارة وانحاش السيارة. هذا أخوك كم عمره؟ عمره 16 سنة. فهم تابعوا الزميلة تابعوا الشرطة يعني طاردته مو تابعته طاردته. الشرطة طاردوا أصدقاء قاعد يروحون إثباته عندكم دفتر السيارة عندكم بيته ندليكم بيته خلوه. ما قال ما خليه أبي ما خليه. الشرطة يقول ما خليه أبي. وراه من الأبراج الكويت لغاية مينا شويخ دعم السيارة لفت السيارة رون سايد. الدورية عفوا دعمت السيارة. اي الدورية دعمت السيارة لفت السيارة رون سايد دش رون سايد هم وراه. كمل من عند الإشارة لف الإشارة هم وراه لغاية جامعة الكويت. عند جامعة الكويت سوى الحادث. دعم وهم وراه حتى جامعة الكويت. اي جامعة الكويت هم وراه وفي سيارة 5 دقيقة وراه. دعم وقلب صار الحادث طاح برا السيارة الحين ووقفوا. في جلب السيارة هو الوحيد اللي نزل فيه. جاي بيشيله ماسكه المرحوم مسكه من ملابسه. يعني كان حي وقتها. اي كان حي. قال له شيلني. فنزلوا الشرطة اسحبوا وقال خله. بدون تبكون عليه 3 أيام خلاص. الشرطة اللي يقولون. الشرطة سووها ما تقول نفس السباق هيك تحدينا تحدي.